السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما نسمع مقولة بتقول اللي نحسبه موسى يطلع فرعون. من هو موسى؟ سيدنا موسى نبي الله، واحنا عارفين أخلاق الأنبياء العالية. أما فرعون فكان حاكم ظالم مفتري، يعني من أسوأ الأخلاق اللي انت تقول عليها. ده فرعون، ينهب ويسرق ويقتل بكل مساوئ الأخلاق في حاكم فرعون ده. ايه يا حبايبي، لازم نعرف ان احنا ما نديش ثقتنا للناس كده بدون ان احنا نتعامل معاهم ونقعد معاهم سنين نتعامل معاهم، مش بس على الهيئة هي اللي تخدعنا او حد يقول لنا ده انسان ده كويس ونسلمه دقننا ونقول له خد ادفع الفواتير، خد ادفع الشيكات دي، ادفع الايجار، ونفوجئ بعد كده ان الحاجات دي ما بتدفعش ويتعمل لنا مشاكل كتير لينا. ليه؟ لان احنا سيبنا ثقتنا للناس بدون ان احنا يعني نتعامل معاهم سنين، ندرسهم قبل ما نحط الثقة دي. كمان يا حبايبي لازم انا اقوم على شؤون حياتي كلها، ما اتكلش على فلان ولا علان يا حبايبي، ما سيبش السايب في السايب. يا حبايبي لازم كده ابقى مصحصح ومتبه لبيتي ولشغلي، واذا كان شركتي او مصنعي مش هنام واقول فلان هو بايه ده هيديرها احسن مني. طب ما ممكن الفلان ده اللي انت عامل عليه كده هو وبتحسبه موسى يطلع فرعون وينيمك والاخر يخرب لك الدنيا. ده حتى في مثل بيقول لا تذم ولا تشكر الا بعد سنة و6 اشهر، وسنة و6 اشهر دي قليلة برضو. انت عشان تحط ثقتك في حد لازم تقعد سنين طويلة، عمر تاني، عشان تعرف البني آدم وما تتغرش ولا تتخدع في حد. وكمان يا حبايبي حرص ولا تخون، ما تسيبش السايب في السايب. وكمان يا حبايبي مش اقول للناس ده انتوا صحاب بيت، ما فيش حد صاحب بيت الا انت. ما حدش يطلع على بيتي ولا على شركتي ولا على اموالي الا انا. ابقى حريص، ابقى اسد، مش اسد نايم والدنيا تخرب عندي. وكمان الستات اللي بيجيبوا ناس تساعدهم في البيت، تنظف البيت ورمية ذهبها وفلوسها وقاعدة على الموبايل، والاخر تقولك الحاجة اتسرقت من ايه؟ قبل ما تحاسب الناس حاسب نفسك، ايه مالك؟ انت لو واقفة على ايدهم هتعينيهم مش هيمدوا ايدهم، لكن سايفين الحاجة مرمية بكم وهم محرومين. انتوا اللي بتساعدوهم ان هم يمدوا ايدهم، والاخر تصوتوا وتقولوا ده الناس سرقونا. لا مش سرقونا، انتوا اللي عملتوا كده في نفسكم. وكمان يا حبايبي لازم كل حاجة تخصني انا اللي اقوم على شؤونها. الناس بتتغير والمعادن بتتغير، وبظل الغلا ده اتوقع اي حاجة. لازم تبقى حريص ومصحصح لبيتك ولشغلك ولأموالك ولعيالك. خليك كده عينيك في وسط راسك، مش تبقى مكبر دماغك والاخر تلاقي نفسك في مشاكل كتير وتقول اصل انا كنت واثق في فلان، اصل اللي احسبه موسى يطلع فرعون. يا حبايبي ما ينفعش، لازم كده هوت عشان الحاجة يتحافظ عليها يبقى انا قبل اللي بيشتغلوا معايا، مش نايم وسايبها للناس. ما من حقهم بقى يسرقوا ولا ينهبوا،
ما صاحب المال غايب. وإن عجبتكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.